يا مساء الفل. النهاردة هنتكلم عن أسئلة الانترفيو. كتير مننا بيذاكر بس بيتلخبط وقت السؤال، عشان كده جهزت ليكم 20 سؤال أساسيات. ورقة وقلم وركز معايا. أول سؤال: ايه الهدف من السوفت وير تيست؟ ما تقولش ان احنا بس بنلاقي باجز. الإجابة الصح: احنا بنقلل المخاطر ونتأكد ان السيستم بيحقق اللي العميل طالبه. التستر الشاطر هو اللي بيضمن الجودة، مش بس بيطلع غلطات. تاني سؤال معانا: ايه الفرق بين الفيريفيكيشن والفاليديشن؟ بكل بساطة، verification احنا ماشيين صح حسب الخطة، بنراجع الورق والديزاين. طيب الفاليديشن يعني بنجرب البرنامج نفسه، هل هو ده فعلا اللي اليوزر محتاجه؟ يعني من الآخر، الأول براجع قبل الشغل، التاني بجرب بعد ما الشغل خلص. يعني ايه static testing؟ static يعني حاجة ثابتة، يعني أنا بتست من غير ما أشغل الكود. احنا بنمسك ملف المتطلبات او الكود ونقعد نراجع كده بالنظر. طيب فايدته ايه؟ احنا بنلحق الغلطة قبل ما الديفلوبر يتعب ويبني عليها، فده بيوفر وقت وفلوس كتير. سؤال مهم جدا: ايه الفرق بين الايرور والبج والفيلير؟ ايرور human mistake، يعني غلطة البشر. الغلطة دي بتؤدي الى بج، يعني غلط في الكود. البج ده تؤدي الى فيلير، يعني ان النظام يشتغل غلط اثناء التنفيذ. يعني error غلطة بشرية من المبرمج، العيب الناتج عن الغلطة موجود في الكود، ده اسمه بج. وكلمة بج بتساوي defect، الاتنين نفس المعنى. طيب الديفكت ده العيب اللي ظهر في التشغيل وخلى النظام يشتغل غلط، بقى اسمه failure. يعني مثال كمان: المبرمج وهو بيكتب سرح فعمل ايرور، السرحان ده كتبه في الكود فبقى اسمه بج. لما البرنامج يوصل لإيد اليوزر ويجي يفتحه ما يفتحش، بقى اسمه فيلير، يعني الفشل هو النتيجة النهائية للغلطة اللي بدأت في الأول. طب سؤال: هل كل ديفكت بيعمل فيلير؟ فكر معايا ثانية كده. الإجابة لأ، ساعات بيعمل وساعات لأ، لأن ممكن أنا أصلا مش عارف إن عندي ديفكت، فمفيش فيلير ظهر عندي، بس ممكن يكون موجود. نكمل. يعني ايه بلاك بوكس؟ من اسمه كده صندوق اسود. انا كتستر ماليش دعوه بالكود مكتوب بلغه ايه، جافا بايثون، انا ماليش دعوه. انا ليا مدخلات انبوت بدخلها وبشوف الاوتبوت، هل هي اللي المفروض تطلع فعلا ولا لا، وده نوع اغلبنا بيشتغل بيه. طيب نكمل. يعني ايه وايت بوكس؟ ده بقى الصندوق بقى شفاف، انا شايفه الكود واللوجيك من جوه، والنوع ده بيعمله الديفلوبر عشان يتاكد ان كل سطر كود شغال صح. طيب يعني ايه الجراي؟ من اسمه ده ميكس بين الوايت والبلاك، يعني التستر مش جاهل تماما بالكود ومش عارف كل حاجة. نيجي معانا لسؤال مهم: النيجاتيف والبوزيتيف. البوزيتيف انا بجرب البرنامج بالداتا الصح، زي اليوزر العاقل الطبيعي بشوف هيشتغل ولا لا. النيجاتيف انا بحاول ابوظ البرنامج، بدخل حروف في خانة مفروض انا اصلا ادخل فيها ارقام، بشوف السيستم هيعرف يمسك الغلطة ويطلع لي تحذير ولا هيقع وهتعدي. نكمل. يعني ايه سموك تيست؟ يعني ده اختبار الاستقرار. اول ما استلم نسخة جديدة بختبر الوظائف الاساسية بس، لو الموقع فتح والزراير المهمة شغالة تمام. طب لو وقع من الاول، من اولها كده برجع النسخة للمبرمج فورا ومش بضيع وقتي. طيب السانيتي تيستنج ده بيجي بعد ما المبرمج يصلح بج معينة، انا بروح اختبر الحتة اللي اتصلحت دي بالذات عشان اتأكد فعلا انها بقت شغالة. ده بيبقى جزء صغير بس انا ببقى مركز عليه جدا. يعني على السريع، ايه الفرق بين السموك والسانيتي؟ السموك
بيختبر العرض. بنمر على كل حاجة بسرعة عشان نطمن الدنيا واقفة على رجليها، كله تمام. لكن السنة دي بيختبر العمق، بيمسك حتة صغيرة اتعدلت يعمل لها تركيز جدا جدا جدا. طيب الريجريشن تيستنج بنعمله ليه؟ احنا بنعمله بعد اي تعديل او تصليح لو كان في بج اتصلحت. طيب ايه الهدف؟ بتأكد ان الحاجات القديمة اللي كانت شغالة ما باظتش بسبب التعديل الجديد. حاجة تعديل جديدة، اروح اتأكد القديم، هل الجديد اثر عليك ولا انت شغاله زي الفل؟ انا زي الفل. نكمل. يعني ايه ريتستنج؟ ببساطة الديفلوبر صلح بج، انا بعيد نفس التست كيسز اللي كانت فاشلة عشان اتأكد انها دلوقتي نجحت، يعني بأكد تصليح البج. فبكل بساطة عشان في لخبطة بين ريتستنج وريجريشن. ريتستنج للبج نفسه، بنشوف تمام اتصلحت ولا لا. طب ريجريشن، انت كنت سليم، انت لسه سليم ولا اتأثرت؟ طيب يعني ايه exploratory testing؟ بكل بساطة ده اختبار الاستكشاف، مفيش خطوات مكتوبة. انا بدخل الموقع اتعلم اجرب اطلع باكس في نفس الوقت. بيعتمد على خبرة وشطارة. يجي مثلا السؤال ممكن ما يجيش بطريقة مباشرة، يجي مثلا يقولك احنا مثلا عندنا اسبوعين وعايزين نطلع بالمنتج وما عندناش وقت ان انت تكتب لنا تيست كيسز، هتعمل ايه؟ هتستخدم يعني نوع تيست؟ هتجاوب وتقول اكسبلوراتي تيست، مفيش وقت، انا بس بالتفكير بالحاجة. تقول لك وايه تاني؟ تقول لها خبرتي وشطارتي، انت تستر شاطر. طيب يعني ايه الادوك تيست؟ بكل بساطة ده اختبار عشوائي ملوش اي نظام ولا ورق ولا تحضير، بدخل اجرب اي حاجة تيجي في بالي. طب ايه الفرق بينه وبين الاكسبلوراتوري؟ ان ده بيبقى ليه هدف وخطة في دماغ التستر، لكن الاكسبلوراتوري زي ما قلنا خبرة وشطارة. نكمل. تيستنج ليفلز احنا اتكلمنا عنها بتفصيل الفيديو اللي فات، بس خلينا نعدي تاني عليهم على السريع. هما ايه؟ احنا اتفقنا ان هما 4. اليونت ده الكود، انتجريشن ده بربط السيستم كله، الاكسبشن الاستلام النهائي. طيب بكل بساطة مين اللي بيعمل اليونت؟ احنا اتفقنا اللي هو كود، فاللي بيعمله الديفلوبر، بيختبر اصغر حتة كود كتبها قبل ما يبعتها لينا عشان يلحق غلطاته بدري. طيب نيجي هنا يقول لنا ايه الفرق بين الالفا والبيتا. الالفا ده احنا بنعمله كتستر جوه الشركة، والبيتا احنا بنجيب ناس حقيقيين من بره يجربوا النسخة في حياتهم الطبيعية قبل ما تنزل للسوق. وبس كده، شكرا ليكم. ده 20 سؤال كده كان على السريع، وهنكمل المرة الجاية ان شاء الله.